السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم نبض المجتمع مع هاد. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وفي صحة وعافية. نبقوا دوما نتكلموا على القضايا الاجتماعية اللي تخص المجتمع الجزائري وأسرتنا والشيء اللي نعيشوه يوميا من قضايا محيرة، من فساد اقتصادي يعني مالي إلى غير ذلك. المهم اليوم القضية تاعنا كما شفنا في الفيديو السابق، ونشكركم على التفاعل اللي كان من خلاله. طبعا قضية اختفاء هذه اللي حيرت الكثير وخاصة متابعين السوشيال ميديا، كل منصات الفيسبوك الكامل يتكلم عليها. هذه القضية اللي قلنا قضية غامضة هزت ولاية عنابة، بالضبط حي الأبطال. طبعا القضية بدأت مع هذه السيدة اللي شفناها في الفيديو السابق من ولاية عنابة. هي موظفة شيف سيرفيس في البريد، معروفة باستقرارها المادي. كانت يعني تملك حوالي 1.5 كيلو من الذهب، وكذلك 400 مليون سنتيم. هذان الأمران اللي تم اختفاؤهم كذلك معها، وشفنا هذا الأمر في الفيديو السابق، تكلمنا على التفاصيل كامل. اليوم تفاصيل جديدة في القضية. طبعا قبل ما ندخل في صلب الموضوع، نتمنى منكم رجاء فضلا وليس أمرا دعمونا باشتراكاتكم، فعلوا جرس بيتكم كل جديد، والإعجاب على الفيديو فضلا وليس أمرا. طبعا حطوا في بالكم باللي هذاك الاشتراك وتفعيل الرنة راهو مهم بزاف لينا باش نكبروا، باش نبقوا مستمرين ان شاء الله في مواضيعنا. الزوج تاعها عمل فيديو خرج صرح فيه. هو اولا انسان ماهوش يخدم هنا، هو خدام في مكان تاني خارج البلاد، راهو رايح ويجي على الدار، قالوا ايميغري. خرج فيديو كشف فيه تفاصيل صادمة. القصة بدات قلنا بخطأ بسيط في شيك بريدي. جات هذه السيدة تقدمت هذه الضحية باش يعني تخدم لها وتصلح لها هذاك الخطأ في الاسم. قامت لها بهذاك الأمر، شكرتها عليه. بدات من هنا نقولوا حنايا بدات هذيك العلاقة تكبر ما بين هذيك السيدة وهذيك الضحية. كما قلنا زوجته دارت جست فيها، قالته لها، قالت لها ما ننساش خيرك. هاكم تعرفوا حنا نسا كيفاه تكون الامور. كبرت هذيك العلاقه، ولت هذيك تكبر بها في دارها، تعزمها على عزومه تاع اكل، على قهوه. كبرت الصداقه واستمرت حوالي 6 أشهر. السيدة هذه اللي استدرجت الضحية نقولوا بطريقة يعني ذكية وحيلية، اللي اسمها سعيدية سهام. هذه تسكن بحي الأبطال بعنابة، والضحية وهم يعني في جلسة تاع يعني كما نقولوا احنا مع بعضهم بعض، طرحت على المرأة هذه سهام، قلت لها حابة نبيع المنزل تاعي. قلت لها هي ممكن كيفاه تبيع المنزل تاعك، ممكن كاش ما عملوا لك عمل، ممكن كاش ما سحروك. قالت لها هي نقترح عليك اقتراح، عندي خويا راه يسكن في سطيف، وراح نقول له باش يجي يعاونك ويرقيك والى غير ذلك، ويرقي لك حتى المنزل تاعك. جاء هذاك السيد، جاباتو دخلاتو لبيتها، واوتوماتيكما بناتها شافوه وتعرفوا عليه، وشافوا كذلك المرأة وعرفوها. هذه المرأة مسكينة الضحية كانت يعني بنيتها وبثقتها الكبيرة قبلت هذاك الاقتراح وصرا لي صرا. هذا يبين لنا انه الناس في وقتنا هذا ما بقاوش يتامنوا. لازم تكونوا واعيين وتعرفوا مع من تحكوا، مع من تفشوا اسراركم، مع من تفتحوا ابوابكم، مش من هبه ودبه. من هنا ابدات الشكوك. الزوج لما رجع للبيت نتاعو لاحظ قبل شهرين من اختفاء الزوجة تاعو، لاحظ عليها تغييرات غريبة وتصرفات ما كانش يشوفها فيها من قبل العيد مباشرة. كان يعني لما رجع يعني للبيت نتاعو، لقى كل شيء فارغ. لقى الأثاث ما كانش تاع المنزل، لا ذهب تاع مرته، لا ذهب تاع بناته، لا المبلغ المالي هذاك 400 مليون. حتى الزوجة تاعو ما كانش الأثر نتاعها. الزوجة هنا توجه مباشرة للشرطة وقدم شكوى.
يعني الشرطة ما قدرت ما دير يعني في القضية هذه، وكأنه اختفاء وخلا يعني. ما فهموش يعني كما نقولوا احنا المعلومات ماهيش واضحة، ومعلومات ماهيش كاملة. هنا الزوج يعني اثناء سماع الاقوال تاعو يعني شافوا يعني البنات كذلك استوجبوهم، شافوا امهم طبعا قالوا بلي شافنا مع امراه، طبعا وهذاك المشتبه فيه كذلك. وهما خارجين من الكوميسارية تلاقوا بهذه المرأة اللي كانت صديقة أمهم، يعني بالمعنى فقط صديقة أمهم مع شاب. واحدة من البنات نطقت لباباها قالت له بابا هذه المرأة هذه هي صاحبة ماما اللي كانت تجي للدار. كي تقرب منها قالت له انا ما نعرفكمش وما عندي حتى علاقة بالاختفاء نتاع المرأة، كيف انت ما تعرفيهمش وجبتي على المرأة، وانت شكون اللي قالك باللي المرأة مختفية ولا الكلام راح يكون على المرأة؟ هنا بقى تعرفوا بلي انه هذه المرأة عندها علاقة باختفاء هذه الضحية المسكينة ام الوليدات ومرت الزوج هذا. لكن المفاجأة جات كذلك من خلال كاميرات البريد اللي الزوج طلب من لابوست باش يشوف هذوك الكاميرا، وراولو شاف زوجته رفقة هذا سليم هو حامل الصاك نتاعها الاسود اكيد فيه المبالغ المالية هذيك، وفيه الذهب اللي كان تاعها وتاع بناتها. طلب من الريسيفر كيف قالوا يسهل لها الاجراءات الى غير ذلك. بعد ايام من هذا الشيء اللي صرا، رجع سليم يطالب بملف الكونجي نتاع المراه هذيك. المسؤول تفطن الحيله تاعو ورفض باش يعطي هذاك الكونجي بدون حضور المراه شخصيا. وفي الغريب الامر انه سليم هذا سعيداني اتصل سعيدي عفوا اتصل من 4 ارقام ماشي رقم واحد، كل مره يعيط له بنيمرو مخالف. ومن ذاك اليوم السيدة ما بانش عليها أي أثر. الشرطة يعني وش دارت؟ سجلت القضية كقضية اختفاء، وعممت هذه الشكوى على 58 ولاية مع الصورة تاعها، يعني اللي شافها يروح يتصل بأقرب شرطة يعني قريبة ليه. لكن اليوم ما كانش حتى خبر مؤكد عنها. الزوج المسكين راهو يعيش يعني معاناة يومية حسب ما قال كنت ندخن 4 سجائر يعني في اليوم وليت ندخن 4 علب في النهار. يعني فوتنا العيد بلا فرحة، عايشين غير في المرارة والدموع. كأنه عنده طبعا حرقة كبيرة في قلبه من جهة الزوجة، والشيء هذا اللي صار لها ما نعرضت بإرادتها، ما نعرضت الله يعلم أمور أخرى داخلة فيها. تحسوه هو يربي في هذاك يعني الشيء اللي مر عليه الراجل، يعني مقهور على الآخر. إذا راهو ينتظر فقط يفتحوا الملف إن شاء الله في سبتمبر القادم هذا، لما طمأنوه القضاة المحكمة اللي راح يشوفوا في القضية تاعو. تبقى قضية غامضة والأسئلة كثيرة، هل هو اختطاف منظم؟ هل هو خيانة ثقة؟ أم خيوط أخرى ما زالت مخبية؟ نبض المجتمع معين تتابع القضية لحظة بلحظة وتنقل لكم كل جديد للرأي العام. تابعونا وأبقوا أوفياء لنا إلى فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.